السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقول أنا عاوز أعف نفسي من الفتن دي، ومفيش حاجة تعفف الشاب من فتن النساء إلا إن هو يتزوج. مفيش حاجة أفضل له تعففه من الزواج، إن هو يتجوز. أيوة صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وقاية وحماية له من الوقوع في الفواحش والزنا. لكن هصوم لحد امتى؟ عمري دلوقتي 23 سنة وبدرس لسه في الجامعة، ما خلصتش جامعة لحد دلوقتي، وبشتغل وانا في الجامعة. بخرج من بيتي الساعة 4، ارجع الساعة 2 بالليل من شغلي. يعني بيروح يشتغل يوميا من الساعة 4 مساء لحد الساعة 2 بالليل، يرجع بيته 2 بالليل عشان خاطر ياخد مرتب قد ايه من شغله اللي هو بيشتغله ده. في اخر الشهر بياخد 4 ايام اجازات، يعني بياخد 4 ايام اجازة في الشهر. بياخد في الشهر 1500 جنيه في الشغل اللي هو بيشتغله ده. 1500 جنيه شغل محترم، واقف بيبيع أشياء من اللي بتنفع الناس. طيب، مش مفروض ان هو وهو في الدراسة انه يشتغل؟ مش مفروض. المفروض ان هو في الدراسة يكرس كل وقته وجهده لدراسته عشان خاطر يطلع انسان نافع لنفسه والبلد، ما يبقاش عنده شيء شاغل عن دراسته. لكن تقديرا لظروف ان هو انسان عادي زي جميع اهل البلد، على قد حالهم، متوسط الحال. ابوه يا دوب بياكلهم وبيشربهم وبيعلمهم وبيعمل اللي عليه، بيبذل كل قصارى جهده ان هو يعني يقوم بواجباتهم او بالتزاماتهم على قد ما بيقدر في ظل غلاء المعيشة اللي احنا عايشينه ده. النهارده الدولار بقى عدى ال 30 جنيه، الدولار الواحد عدى ال 30 جنيه مصري. يبقى الشاب ده اللي بيشتغل في الشهر كله ب 1500 جنيه، يعني حوالي كام؟ 50 دولار. 50 دولار بيشتغل في الشهر كله ب50 دولار، اللي اي حد بيشتغلهم في اي بلد ممكن في ربع ساعة ولا في نص ساعة 50. المهم، طيب عشان خاطر يتزوج عاوز يجيب شقة، أوضة أوضتين يتجوز فيها. هقول على رقم أو مبلغ حق للشقة ديت، وده مش موجود دلوقتي. هيجيب له شقة مثلا ب200,000 جنيه، ب250,000 جنيه، وده مش موجود دلوقتي. الشقة بقت أكتر من كده بكتير. يعني احنا بنسمع أرقام فلكية عن الشقق وأسعار الشقق. إنما ده أنا بتكلم على الشيء اللي مبقاش موجود، اللي هو الشقة أم 200,000 وأمه 250,000، دي اللي ما بقتش موجودة. هو عاوز شقة زي دي. لو هو هيجيب شقة بالمبلغ ده، هيبقى محتاج ان هو يدفع فلوسها كاش فوري كده، كاش. لا، بلاش ان هو يدفع حقها فوري او كاش، هيدفع حقها على اقساط. هيدفع كل شهر كام لو هو هيشتغل بالمرتب ده؟ لو اتخرج واشتغل فور تخرجه وتثبت في شغلانة، هياخد فيها 2000 جنيه 3000 جنيه. ده لو اشتغل فور تخرجه، ده ما بيحصلش. هيقعد امتى؟ هيشتغل بعد قد ايه؟ هيقعد قد ايه يشتغل عشان خاطر يسدد حق الشقة وهو بياخد 3000 جنيه؟ هيدفع مثلا منهم ايه؟ احنا بنتكلم على الوضع الحالي ان هو بيشتغل حاليا ب 1500 جنيه، يدفع منهم كل شهر 1000 جنيه قسط للشقة بتاعته دي. هيقعد كام شهر يدفع؟ هيقعد 2000 شهر يدفع، يبقى مديون 2000 شهر. طب لو الشقة أغلى من كده هيدفع ايه؟ مين اللي وعايز يعمل يصرف فلوس الباقي ده يعمل بيه ايه؟ يعني 500 جنيه ده يعمل بيه ايه؟ شيء يعني ما الواحد ما يقدرش يفكر ما يتفكرش في الموضوع ده. طيب لا، اشتغل اتوظف وبياخد 3000 جنيه كل شهر. 3000 جنيه هيدفع منهم اقساط ايه؟ لشقة تمنها كام؟
يجهز نفسه بإيه، يتجوز إزاي، يصرف على بيت وزوجة إزاي، يعمل إزاي يعني. طيب هو عايز يعف نفسه يعمل إيه؟ هو متدين فعلا، بيصلي وبيصوم وبيعمل كل أذكار وحاجته عشان خاطر يعف نفسه وما يقعش فيه الفواحش اللي بيدفع إليها دفع. بلاش إن هو النساء بتطارده، مش هنقول على ده، احنا هنتكلم على شخص طبيعي عادي، إنسان عادي مش بيتعرض للفتن، بس محتاج إن هو يتجوز عشان يعف نفسه من شهوته الطبيعية اللي هو بيشعر بيها، زيه زي أي شاب. هيعف نفسه، عايز يتزوج عشان خاطر يجيب للمسلمين أولاد مسلمين بيعرفوا ربنا، بيتقوا الله سبحانه وتعالى، يشتغلوا في أماكن يتقوا فيها الله، يعيشوا عيشة فيها تقوى وطاعة لله سبحانه وتعالى، يملوا الدنيا خير وبركة ورحمة ومحبة ومودة وسلام، طيبين زيه. ده اللي احنا عاوزينه، عايزين الشاب اللي زي ده يتجوز، عشان لما يتجوز يعمل ايه؟ ينجب لنا اولاد. ومش بيتجوز، مش بيعف نفسه بس، اعفاف نفسه معناه ان هو ايه؟ ان هو هيجيب اولاد محترمين طيبين يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تكاثروا، بنتكاثر ليه؟ عشان خاطر ايه يعني؟ عشان خاطر نشيل اعباء معيشه ونبقى عايزين نصرف على ده؟ لا، ما كانش حد خلف. لو الموضوع موضوع ان انا بخلف اولاد عشان افضل شايل هموم حياه، همومهم فوق كتافي طول العمر، وهم شايلين هم جوازهم وخلفتهم، ما حدش هيتجوز اصلا ولا حد هيفكر ان هو ينجب. انما الانجاب فايدته انك انت بتجيب للارض عباد لله سبحانه وتعالى، مسلمين اتقياء يسمعوا كلامك. النهارده انت لما تروح تكلم حد غريب من ولاد جيرانك ولا من ولاد غيرك، ممكن ما يسمعلكش ولا يرضى بعلمك لو كنت انت حتى رسول الله. ده قرايب النبي، اعمامه، ابو لهب ومراته كانوا بيحاربوه، فما بالك لا بنقول الاب. هو طالما الاب تقي ونضيف زي ده، عايزين ينتج منه نسل نضيف طيب طاهر زي ده، يملى الدنيا خير، يملى الدنيا بركة. نعمل بقى احنا فيه دوت عشان خاطر نسيبه يفسد، نفسده يملى الدنيا أولاد زنا، ويملى الدنيا سرقة ورشوة وكراهية واكتئاب ومرض طيب الحل معاه ايه؟ بيقول انا الحل ان انا عايز اتجوز، عايز اعف نفسي، انا خايف على نفسي، عاوز اعف نفسي، قول لي اعمل ايه؟ انا لو اقدر عندي سكن اديله هقول له، انا لو اقدر ان انا اساعده بشيء مادي ينفعه هقول له خد. انما ايه الحل معاه؟ مش الحل بس ان احنا بنقول له صوم، هيفضل صايم مليون سنة؟ هيصوم من اول ما ساعة ما يتولد لحد ما يموت عشان خاطر يعف نفسه؟ ولا في حل، في نقطة خير شايفينها؟ بنقول له صوم، يقول له صوم، صلي، بصلي، قول أذكار وحصن نفسك، اقرأ قرآن، بحفظ قرآن، بشتغل، هيعمل ايه تاني؟ طيب بنقول للناس اللي هم بيوجعوه أو بيستفزوه إلى إنه هو يقع في الفواحش، اتقوا الله، سيبوا لنا حد نضيف، سيبوا لنا حد طاهر، اتقوا الله. عايزين ولادنا يبقوا كويسين، عايزين ولادنا، عايزين الدنيا يبقوا عايشين مرتاحين، بس مش هو بيحارب عشان يفضل تقي، بيحارب عشان يفضل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، بيحارب عشان خاطر يرحم نفسه من الأمراض والفواحش اللي ممكن تحصل له والأسرته والغيره. نقول لهم اتقوا الله. وكمان بنقول ليه اللي يقدر يساعد ساعد. مين اللي يقدر يساعد؟ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال انه الرجل
في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والإمام راع ومسؤول عن رعيته. الإمام الإمام اللي هو الحاكم، وعلى درجات الحكم من الصغير للكبير هتتسأل، ده ابنك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما المسلم أخو المسلم، فده أخوك، والكبير في السن أبوك، ولو أنت أكبر منه في السن فده ابنك. المسلمين كده إخوات، وده أبوه ودي أمه ودي أخته، هم المسلمين كده. فإحنا بنقول اهوت هو عليه دور وبيقوم بيه، لكن الدور بقى صعب جدا عليه، بقى بيلاقي الفتن في التلفزيون قفل، مبقاش عنده تلفزيون أصلا، خلاص قفل رماه خلاص. طيب بيصلي بيصوم بيعبد ربنا بيقول أذكار وبيعمل كل حاجة عليه، يطلع في الشارع يلاقي فتن، وفتن بتتعمده بتتقصده، يركب مواصلات يلاقي فتن بتتعمده بتتقصده، في وسط أصحابه بيلاقي فتن، في مكان شغله بيلاقي فتن بتجيله بتتقصده، هيتلك في الشارع، هيتلك في المواصلات، هيتلك في مكان عمله. ايه ده؟ طيب يعمل ايه؟ ما يخرجش من بيته، ما يخرجش من بيته، ولا ينساق ويعمل كل اللي هم عاوزينه. طب لو ما خرجش من بيته يبقى معنى كده ان هو ايه؟ ان هو خلاص استسلم للشياطين اللي بتحارب فيه، يعيش بقى من غير اكل، من غير شرب، من غير شغل، من غير يعيش حياة بقى ما يعيش حياة، او يكتئب يعمل في نفسه حاجة، يروح يرمي نفسه من فوق كوبري، يرمي نفسه من فوق برج، يولع في نفسه، يشنق نفسه. ينفع؟ نقول لأولادنا الشباب إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وعدك بالمخرج، وعد بالمخرج. هو قال كده سبحانه وتعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا. احنا بنقول الكلام ده عشان خاطر نقول لكل اللي بيتسبب في مشكلة زي دي اتق الله، وبنقول الكلام ده في الآخر للشاب دوت والأمثال من ولادنا: اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر. بنقول لك الكلام دوت واثقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيسر لك الأمر، ما تستعجلش. مهما حاولت شياطين الأرض إنها تمنع عنك الخير وتشدك للشر، تمنع عنك رزقك وتمنع عنك زواجك وتمنع عنك وتدعوك إلى غيره، ربنا سبحانه وتعالى ولي أمرك، عمره ما هيسيبك. اللي قال: والله ولي المؤمنين، قال: الله ولي الذين آمنوا. ولي أمرك يعني بيعمل لك اللي ينفعك واللي يفيدك. فاوعى تحزن وما تستعجلش، اصبر شوية وهتشوف بعينيك، اصبر شوية وبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، هيزوجك وهيغنيك وهيكفيك. وهقول لك على شوية حاجات اعملها عشان خاطر تبقى مرتاح نفسيا ومطمن نفسيا كمان في وسط القوة اللي عندك دي. كمان هقول لك على حبة حاجات اعملها إن شاء الله
هتريحك نفسيا بإذن الله، وتخليك قادر ان انت تصبر وتتحمل بإذن الله حتى حين، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يجعل بعد عسر يسر. هكملك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.